أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي إسماعيل بالله عمارة. ولدت في العيون منذ 1982 10/24. اختطفت من مدينة المرصى البلاية من طرف المخابرات. جاوني ناس عاديين قالوا لي هاي السيارة ديالك، قالت لهم بداي، قالوا لي هاي السيارة مسروقة، تسمح لنا لا نمشي معانا نتحققوا منها. قلت لهم ما عندك مشكل. جابوني أنا اللي عندهم تم يتكلموا معايا، يسولوني على أسئلة لا علاقة لها لا بالسيارة ولا بشي. سولوني لا على منين انت تصلي، منين انت شنو هما القنوات اللي تصنت لهم. قلت لهم إلا الجزيرة، قناة الناس، هذا اللي معروف عند الناس عاديين، يعني عادي. شوية هم يسولون على خويا، فين يمشي، منين يعود، شنو الأصدقاء ديالو، أمور يعني هما اللي عادي، أنا نشوفهم هما اللي عادية. ومن بعد أنا مرض السكر منذ 20 سنة وأنا نعاني من هذا المرض. كرفسوا عليا قبالة، كرفسوا عليا الناس القبالة، منعوا مني الأدوية هذيك الوقت، ما دقوا لي، ما أعطوني الأنسولين اللي كنت نستعمل هذيك الوقت، هذه الفترة، هذا النوع ميكستار. منعوها لي تقريبا شي 5 سوايع. اني نسخفت، جابوا لي واحد من المخابرات، قالوا عنه هو طبيب، قالوا عنه هو فرملي باغي يسعفني. تكرفس عليا مولي قباله عنه خشالي تيو في القضيب ديالي، من اجل باش قال لك يمرق البول اللي في المثانه عندي، جرحني، تكرفس عليا. من بعد قالوا لي شوف لين ندوك لواحد البلد قريب من هذا المكان، عادي الامور. انت قال لي مانك كاتل ولا كسارق ولا شيء، عادي غادي تمشي معانا، يسولوك الا بعض الاسئله بسيطه. والله قال تم يحلف لي واحد، قال لي والله العظيم يا ما عندك شيء، والله حتى تمشي في حالك ان شاء الله. قال لي غادي تمشي في حالك ونجي عندك للدار وتعمر لنا كاس من اتاي. قلت لهم والله مرحبتي. من بعد قالوا لي ركبوني في واحد كات، ما عدوا لي لا باندا لا مينوط. قالوا لي شوف الا سولك حد في البراج قول ان هادو اللي اصدقاء ديالك. جابوني من العيون الى تمارا. انا ما كنت نعرف تمارا، عرفتها لا من قبل، من بعد يعني عرفت عنها تمارا. تميت الطريق، انا ما عندي مع الطريق، تميت الرد وسخفت لهم مرارا في الطريق، لين عدت نبول الدم. وقال لي واحد، قال لي انت مريض؟ قلت له ها. قال لي وراه غادي ندوك باش تتعالج. من بعد جابوني لتمارا، سولوني لا الاسئله اللي تكرر اللي تسولوني في العيون هما اللي تعاودت في تمارا. اخلاق انت؟ قال لي متعرس؟ قلت له ها. قال لي عندك ولد؟ قلت له حق عندي ولد. قلت له اسمه يحيى؟ قلت له ها. قال لي انت هو ابو يحيى المغربي؟ قلت له انا ماني ابو يحيى المغربي، انا اللي اسمي اسماعيل بالعماره. هذا فوت فيها 36 يوم وانا في المعتقل السري تمارا. من بعد جابوني للمعارف، تكرفست في المعارف، سخفت مرتين، مرقوني للطب ديال سبيطار بن رشد. تعاملت معايا واحد الطبيبة بمعاملة جيدة، حتى أن المخابرات
ما بغاو يمرقوا في الوقت اللي كانت تفحصني فيه. قال لها راه هذا مجرم تم القبض عليه. قالت له هاي لا عاد مجرم لا معاكم انتم برا، اما داخل المستشفى ما كاين مجرم. هذا نتعامل معاه نطاق انساني، وكما انت كتمارس الحق ديالك في التحقيق في مكان الشغل ديالك، وما يكون معك طبيب. حتى انا كطبيبه غادي نفحص المريض عندي بدون ان يكون سلطات اخرى. مرضى وتم خرجوا برا، منين تمينا ماشيين راجع للمعارف، تم يسبوا في هذيك الطبيبه، يقول له حماره ما تعرف والو كذا كذا. يعني شي شتم يعني ما نقد نذكره. من بعد سولت في المعارف، جبرت عنهم اداو لي مصحف وداو لي فلوس تقريبا ما 8000 درهم، 160,000. قالوا لي هذه الفلوس كنت باغي تهاجر بها للجزائر والعراق والتمويل وما نعرفاش. تم يخلفسوا عليا ياسر من الكلام. انا تعجبت على الفلوس منين جاتهم، هما كسروا الماريو وداو لي الفضه اللي كاينه عندي في الماريو ديالي. من بعد قالوا لي غادي توقع على الكلام اللي قلت ايش من كلام قلت. قال لي كلامك عادي، عنك قريت في الثانوية الحسن محمد الخامس، وعنك قريت في المعهد ومرقت من السنة كذا، السنة اللي مرقت منها من القراية إلى يعني الأمور ديالك اللي هي عادية بسيطة. قلت له نوقع، هذا كلام عادي. منين وقعت جابوني للقاضي التحقيق اللي هو الشنتوف. قال تم يوجه لي شي أسئلة اللي ما عندي بها علاقة ولا أنا قلتها. قال لي أنت يا خلية فتح الأندلس وكنتوا باغين تقتلوه، وكنتوا باغين يعني شي أمور. والله العظيم أنا هي ما قلت شي ولا أنا داير شي. والله اللي أنا بريء من هذه الأسئلة اللي سألني. قال لي ورا لي نصفتك للسجن الزاكي اني نتراجع راسك. جابوني انا درك انا في الزاكي دخلت منذ من 2008 9 وانا في المعتقل بسالة. الحالة الصحية ديالي في الاول دخلت لا بالانسولين، نستعمل الانسولين. دريك عاد وليت نستعمل الرابيد مرتين، ونستعمل هذه مرة واحدة اللي هي 3 مرات في اليوم نعدل نستعمل الانسولين. ومن بعد واحد الفترة ديال المضايقة، يعني كان مضايقة من طرف الاعتقال، وهذا يعني الامور اللي هي انا ما هي عادية عندي. دوزت عند الطبيب بعد المراحل، قالوا لي راك تقست في الكلى وعندك ارتفاع في ضغط الدم. خرجوا لي هذا الفنيد، قال لي غتم تاكلوا مدى الحياة. ومن بعد وقع لي اضطراب في القلب، يعني القلب ديالي ضعاف. خرجوا لي مولي هذا الفنيد، قال لي غادي تستعملوا مدى الحياة. ومولي درت التحاليل خرجوا لي هذا الفنيد اللي هو ديال الكوليسترول. قال لي مولي غادي تستعملوا مدى الحياة. وهذه الأدوية مولي هي قال كان نستعملها وقت الضرورة، اللي الوقت اللي مرضت كان كيخرجوا لي الأدوية. وهذا كامل أنا راني نعاني منه ومتكرفس قبالة في هذا السجن. المعاناة ديالي دركها تزادت، يعني تزادت الحالة النفسية والبعد عن الأهل، عن التحاليل ما داروا في الوقت. ولا مرة يقول لي ما كاين المدير اللي غيوقع باش تمرق الموعد ديالك،
من مؤسسة السجن ياك؟ من مؤسسة السجن. اه. ولا مرة يقولوا لي فات الوقت ديال الرونديفو، ونضطر انني ندير مولي رونديفو ثاني، تتراوح ما بين رونديفو ورونديفو 4 أشهر، وثم تعاود نفس الحالة لمدة تقريبا دريك عام. انا ما استفدت من الطب ديالي، من الطبيب الخاص المختص اللي مرق لي هذه الادويه. واليوم اليوم بالليل سخفت لمدة 1.5 ساعة، سخفت وغيبت عن الوعي. وكان خويا فيما كان سخف محبوس معاك هو ياك؟ محبوس معايا في نفس التهمة، وتحكمت انا وهو بنفس التهمة بمحاكمة غير عادلة. تحكمنا ب10 عمان و50 مليون غرامة بدون دليل، بدون أي شيء. وهو الآن راهو يعاني معايا في نفس السجن، وهو اللي يعتقني من المرات من نسخف بالليل، كنسخف ونغيب عن الوعي. هما كيبغيو يخرجوك هاد الناس للسبيطار ياك ايرجونس؟ ما يخرجوني ارجونس، يخض لي خويا هو اللي يعتقني، يخض لي الماء والسكر ويعطيه لي في هذيك الفترة هينين نوعة. غير البارحة قلت لكم راني سخفت تقريبا على ما يزيد شي 1.5 ساعة، خض لي الماء والسكر ما شربته، بيا فقدت الوعي. مرقوني الطب، مرقوني قال لك في لابيلانس، تمو يحانوا في الشخص اللي غادي يديني. ما جاء الى تقريبا شي ساعة، شي نص ساعة، انين وعيت شوي نسبيا. مرقت للطبيب على برا، تعاملوا معايا معاملة اللي هو يعني ماشي ديال الاطباء، ماشي ديال يعني كانني مجرم. خلاوني مزروق في واحد البلاصة انين وعيت وحدي. جاء الطبيب مع 9:30، ورغم انني سخفت مع 3 ديال الليل ما جاني الطبيب الى 9:30. شافني ورجعت للسجن، برغم انني الصحة ديالي متدهورة جدا، وانا ما نقد نصبر دريك على السجن ولو نهار واحد. هذا الناس ما بغاو يطلصوني، ما بغاو يديروا معايا حل، ما بغاو يعالجوني بالمعالجة اللي هي نستحق من مجال حقوق الانسان. حقي انني نتعالج. وهذا راه يدير لحقوق الانسان، وجهت رسالة للديوان الملكي، وجهت رسالة للمندوبية اللي هو بن هاشم، وجهت العديد من الرسالات من فترة من 2009 الأخر ديال 2008، وأنا كنوجه في الرسائل إلى اليوم من هذا. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي بن العمارة عبد المولى، أخو شقيق بن العمارة إسماعيل، والمعتقل معه في نفس التهمة، تهمة الإرهاب بين قوسين بما يسمى بالسلفية الجهادية. المشكل اللي رد عليكم خويا هو أن لا علاقة لنا بهذا الملف، ولا لنا علاقة بأي شيء لا الإرهاب ولا غيره ولا غيره. وإحنا ناس الحمد لله معروفين على الصعيد المنطقة. أنا نعدل ممثل قبيلة الشرفاء السباعيين، وهذه الشهادة من طرف أعيان وشيوخ القبائل في منطقة في مدينة المرصى. هذو الناس شهدوا على أنني ممثل قبيلة. ثم بعد ذلك كان هناك فعاليات مجتمع المدني تشهد لنا شهادة الرضا والقبول والتأمين بأننا ناس يعني ذو خلق ومواظب يعني ومحترمين، ولا لنا علاقة بهذا بما يسمى بالإرهاب وكذا. واللي أنا بغيت نحث عليه هو أنه خويا خاصو يمرق، لأنني هو يعاني وأنا نعاني معاه. أنا مولي نتعصب وعندي ياسر عندي الأعصاب تحرك ملي يشوف خويا يطيح، وعنه هذا ياسر الكم الهائل من الأدوية. وهاد الناس هادو ما بغاو يديروا معنا شيء. وجزاكم الله خير.